لقيتها بتقولي: مالك كده يا واد بتبص عليا كده ليه؟ قلت لها: لا يا عمته، أنا بتنحنح بس يعني مركز في حاجة كده وبفكر فيها. قالت لي: ما قلت تبص على عمتك كده وهي بتغير. قلت لها: لا ما تفهمنيش غلط. ولقيتها بتضحك ضحكة عالية كده وتقولي: هو في إيه يا ولا؟ هو أنت كل ما أجي أغير عندك تقعد تبص وتبحلق كده؟ أول مرة تشوف كده. اتكسفت من عمتي قوي وقلت لها: لا، وسبت لها الأوضة وخرجت. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير يا رب. صاحب قصتنا النهارده بيحكي وبيقول: انا حسام، عندي 23 سنة، عايش مع ابويا وامي في نفس البيت، وليا اختين بنات. بصراحة يعني احنا ظروفنا على قدنا وشقتنا كمان صغيرة. انا ليا اوضتي واخواتي البنات ليهم اوضتهم، وابويا وامي ليهم الاوضه بتاعتهم، ويا دوبك صالة وحمام ومطبخ صغيرين، وعايشين والحمد لله. وبصراحة ليا عمتي، هي عندها 39 سنة، بصراحة اتطلقت وجات عاشت ويانا. بس بصراحة عمتي دي كانت عايقة قوي وشايفة نفسها، بس مش عارف جوزها يعني طلقها ليه، وجات عاشت معانا. هي طلبت بصراحة ان هي تنام في الصالة، بس ابويا مرضاش وقال ما ينفعش ان هي تبقى نايمة في الصالة كده واحنا رايحين جايين عليها. وانا علشان انا في الأوضة لوحدي، وهي يعني كانت بتعتبرني زي ابنها، جت نامت معايا في الأوضة ونامت على الكنبة. بس بصراحة يعني هي ما كانتش عارفة تنام عليها. وعمتي ليها تصرفات غريبة قوي، بتحب تنام يعني براحتها وتاخد حريتها في النوم، يعني مش عاملة حساب ان انا نايم معاها في الأوضة. ولانها كانت بتبقى لابسة قميص نوم كده رقيق، هي مفكرة ان انا يعني مش هبص عليها، بس هو المنظر يخلي اي واحد يبص. هي مفكراني زي ابنها، بس حتى لو انا زي ابنها هبص برضه، لان غصب عني اهي نايمة قدامي. وانا بصراحة طول ما انا شايف المنظر ده مش عارف انام. ومن يوم ما جت سجنت معانا وسجنت معايا انا بالخصوص في نفس الأوضة، وانا حالي بدل وبفكر في حاجات كتير، وبصراحة مش عارف اخد راحتي، مش عارف اخد راحتي في اوضتي. وهي تقعد تضحك وتقول لي: مالك كده يا واد، مالك كده مش على بعضك؟ قلت لها: لا يا عمته، انا بتنحنح بس غصب عني يعني بفكر في حاجة كده. بس هي كانت فاهمة وعارفة كل حاجة. بصراحة ما طقتش اللي انا اقعد معاها في الأوضة ونمت في قلب الصالة. ما انا مش عارف انام واتقلب من شمال ويمين، ولا عارف اخد راحتي، ولا عارف اركز كمان في دراسي. سبتها وطلعت انام في الصالة. بس جه وقت الشتاء والدنيا كانت باردة، وطلعت عمتي قالت لي: هو انت يعني متضايق اللي انا نايمة معاك في الأوضة؟ ما ينفعش كده تنام في الصالة، الجو برد. تعالى ان ننام على الكنبة حتى، وانا نام على السرير. قوي يعني المشكلة اما بننام جنب بعض؟ ما هو انت زي ابني بالظبط، ومفيش فرق بينك وبين ابني، واحنا هندفة واحدة. وانا بصراحة من كتر البرد اللي كنت شايفه، لاني فعلا كنت سقعان في الصالة ومش عارف انام من كتر البرد، ودخلت معاها بعد ما هي اقنعتني، ودخلنا ننام جنب بعض على السرير. بس انا برضو غصب عني مش عارف انام. قمت واتفزيت، سبتها ورحت على الكنبة برضو اتقلب يمين في شمال وابص واشوفها، وهي كل شوية تكشف الغطا من عليها. برضو مش عارف اخد راحتي. امي اللي هي امي ما بتعملش كده، ولا عمري شفت منها حاجة. وفي يوم كانت عمتي بتروق وبتصبن يعني وتخلص شغل البيت مع امي، وفي اليوم ده كانت معكوكة مارية كتير، والهدوم اللي كانت عليها كانت لازقة في جسمها. والمنظر ده بصراحة اول ما دخلت عليا الأوضة وانا قاعد بذاكر، سبت المذاكرة وغصب عني قعدت ابص عليها. وهي في الوقت ده كانت دخلت تغير عندي في الأوضة، ما هي حاطة كل حاجتها وهدومها في الدولاب اللي عندي. وانا بصراحة يعني مش عارف اتملك اعصابي، ولقيتها بتضحك ضحكة عالية كده وتقول لي: هو في ايه يا واد؟ هو انت كل ما اجي اغير عندك تقعد تبص وتبحلق كده؟ ايه انت عمرك ما شفت امك وهي بتغير؟ اتصدمت وقلت لها: لا، انا عمتي ما بقاش ببص عليكي، ده انا ببقى مركز في حاجة يعني كده وبقعد افكر فيها. وبعدين امي عمرها ما غيرت قدامي، بس اعمل ايه؟ عمتي شكلها كده كانت متعودة ان هي تغير قدام ولادها على طول، وولادها دول كانوا صبيان برضو زيي. بس المفروض يعني احنا كبرنا وهي عارفة ان احنا شباب، وفي لحظات يعني ممكن نضعف وما ينفعش تعمل الحركات وانها تغير قدامنا كده. ده امي اللي هي امي ما كانتش بتعمل الحركات دي، ولا عمرها في يوم غيرت قدامي. ما بقتش عارفة استريح في البيت كله، وطول الوقت اللي عارف اذاكر وتفكيري كله في عمتي واللي بشوفه منها، واخده راحة على الاخر في الشقة، مفيش احراق كده ولا انها تتحرج مننا او تحافظ علينا او على مشاعرنا. مش عارفين نستريح. طب حتى تعمل مشاعر ليه او تحافظ عليا ان انا ولد وتفتح عيني على حاجات كتير؟ لا، عمتي كانت واخده على كده وعندها الامور دي كلها، بس ما بقتش عارفة اذاكر ولا ركز في دراستي. عشان كده طلبت من امي
أنا أروح أذاكر عند ناس أصحابي هم مأجرين شقة وقاعدين بيذاكروا فيها وأنا هروح أقعد معاهم علشان أعرف أذاكر. وأمي بصراحة كانت متضايقة وقالت لي لا ما ينفعش تقعد مع أصحابك. قلت لها أنت شايفة الوضع، أنا مش عارف أركز ولا هذاكر، أنت مش عايزاني أنجح؟ قلت لها خلاص يا أمي أنا كده مش هقدر أركز ولا هنجح، وسيبيني على راحتي، زمايلي دول مؤجرين الشقة وكلهم صبيان مع بعض وهنقعد مع بعض نذاكر ونشجع بعض على المذاكرة، إنما هنا أنا مش هركز خالص ولا هعرف أذاكر ولا هاخد راحتي. أمي بعد ما أقنعتني بالوضع اللي أنا فيه قالت لي خلاص بس بأسأل علينا وتعالى كمان اقعد معانا شوية. قلت لها خلاص يا أمي اطمني، وأنا بصراحة علشان أحمي نفسي من عمتي واللي بتعمله، هي يمكن ما تقصدش حاجة بس تصرفاتها هي اللي بتشجعني وبتفتح عينيا على حاجات كتير. عشان كده سبت البيت ومشيت ورحت قعدت مع الناس أصحابي علشان أعرف أذاكر. وكل شوية عمتي كانت تتصل عليا وتقول لي أنا عارفة إن أنت سبت البيت علشاني وإنك متضايق من قعدتي، بس أنا أعمل إيه؟ ماليش مكان تاني أروحه. كان كلامها بيأثر فيا قوي، بس أنا برضو هقعد بعيد عن أهلي كده، وأمي كانت برضو بتعمل لي حاجات كتير، بس أعمل إيه؟ عشان كده جيت أحكي لكم حكايتي يا جماعة عشان تلاقولي حل في اللي بيحصل معايا ده، لأن فعلا مش لاقيله حل. يا ريت تبعتولي في التعليقات رأيكم بكل صراحة، ولو عجبتك حكايتنا النهاردة ادعمونا باللايك والاشتراك في القناة، ودمتم في أمان الله. لقيتها بتقولي مالك كده يا واد بتبص عليا كده ليه؟ قلت لها لا يا عمتو أنا بتنحنح بس يعني مركز في حاجة كده بفكر فيها. قالت لي ما قلت تبص على عمتك كده وهي بتغير. قلت لها لا ما تفهمنيش غلط، ولقيتها بتضحك ضحكة عالية كده وتقولي هو في إيه يا ولا، هو أنت كل ما أجي أغير عندك تقعد تبص وتبحلق كده؟ أول مرة تشوف كده. اتكسفت من عمتي قوي وقلت لها لا وسبت لها الأوضة وخرجت. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير يا رب. صاحب قصتنا النهارده بيحكي وبيقول انا حسام عندي 23 سنة، عايش مع ابويا وامي في نفس البيت وليا اختين بنات. بصراحة يعني احنا